تخيل يظهر الإمام المهدي وأول شخص يشوفه هو أنت، وتظل مصدوم من جماله ووجهه النوراني، وفجأة يتقدم نحوه ويبدي وياك بالسلام. ورا ما ترد أنت السلام يبدي يعرف عن نفسه ويقول لك: أنا المنتقم، وأنا القائم عن آل محمد، أنا إمام هذا الزمان، وأنا المخلص، وأنا من كلفني الله عز وجل بأن أملأ الأرض قسطا وعدلا بإذنه العزيز. أنا المهدي. أنت هنا تنصدم، وفجأة يقول لك ويسألك: هل سوف تكون من أنصاري أم تتخلف عني وتكون من أعدائي؟ أكيد أنت هنا راح تقول له: سوف أكون من أنصارك يا سيدي ومولاي. ووراها يقول لك: تعال معي. أنت تروح وياه وأنت ساكت الطريق كله، وفجأة تلقى نفسك بكربلاء وأمامك مرقد الإمام الحسين عليه السلام، ويقول لك: تعال لكي نصلي عند جدي الحسين. وانت هنا تنصدم، لأن أساسا أنت ما تعرف تصلي، بس شو تسوي؟ تظل ساكت وتروح على مود تتوضأ، وورا ما تتوضون وتكملون تروحون على مود تصلون، وفجأة تلقى نفسك تصلي ومكمل صلاتك على أتمم وجه. انت هنا تنصدم، شلون أنا أعرف أصلي؟ فجأة تسمع صوت الإمام جاي يدعي، والمن؟ إلك: اللهم اغفر لعبدك الذي معي واقبل شفاعتي له، اللهم اغفر له وما تقدم من ذنوبه واجعله من أنصاري. والله عزيز حكيم ورحمن رحيم، ورحمته وسعت كل شيء، وما تلقى نفسك إلا ومغفور للذنوب والمعاصي كلها. وراها الإمام يوصيك ويقول لك: أريدك أن تكون من المصلين وأن لا تتخلف عن صلاتك، ويوما ما سوف تكون من الناصرين لي، فلا أريد من ينصرني أن يكون لا يصلي. الإمام جاي يوصيك، تخيل. وفجأة تفز من النوم وتلقى كل اللي كان يمر وياك مجرد حلم، بس داخل الحلم الإمام وصاك بالصلاة وإنه ما تتخلف عنها، وقال لك إنه أنت بيوم من الأيام راح تكون من الناصرين لي. ايش راح تسوي؟